اهلا بكم يا اصحابي، حلقه جديده من برنامج كاتب وكتاب، ومعانا الاستاذ صابر حسين كاتب قصص الاطفال، هيحكي لنا قصه جميله. ازيكم يا اصحابي، معانا الاستاذ صابر حسين، اهلا بحضرتك. اهلا بيكم. اهلا بيك. ومعانا صديقتنا ياسمين، وانا اسمي ندى ابراهيم حدوته. ليه حضرتك اخترت مجال الاطفال؟ مجال الاطفال هو مجال جميل جدا، بيخلينا نتعامل مع الاطفال ببراءتهم. فانا حبيت، انا كتبت في البدايه كتبت الاشكال ادبيه كتير، لكن حبيت مجال ادب الاطفال وتخصصت في ادب الطفل، لاني بحس ان هو مجال اقرب ليا، وبحس ان انا واصدقائي الاطفال في علاقه بينا دايما، ان احنا بنعمل القصه مع بعض وبنقراها وبنحاول نناقشها وبنحاول نستفيد من الاشياء اللي موجوده في القصه، سواء حكمه موجوده او قيمه تربويه بنحاول نناقشها في القصه اللي احنا بنشوفها او بنالفها مع بعض. وبدات الكتابه في ادب الطفل من حوالي سنه 2000، وانا بكتب للطفل. بدات بقصص قصيره، ثم بدات ان انا انشر قصص. نشرت قصص هنا في مصر، ونشرت في الاردن مجموعه من القصص، وليا مجموعه من القصص منشوره في اسكتلندا. فانا حبيت المجال بتاع ادب الطفل، وعشان كده بحب ان انا التقي بيكم واكتب لكم قصص، وبحب اعرف رايكم في القصص دايما، وهل القصه عجبتكم، وايه اللي ما عجبكمش في القصه، وايه اللي عايزينه في القصص اللي جايه ان شاء الله. حضرتك هتحكي لنا قصه ايه النهارده؟ النهارده انا يسعدني ان انا احكي معاكم قصه قريه بلا عصافير. قبل ما نخش نتكلم عن موضوع قريه بلا عصافير، عايزين نفرق بين حاجتين مهمين جدا في القصه. في قصص خياليه، يعني القصه دي ما حصلتش على ارض الواقع، لكن احنا بنحكيها عشان نقول ان وراها حكمه معينه او قيمه تربويه معينه. وفي قصص حقيقيه ممكن تكون حصلت بالفعل، فاحنا القصص دي بتبقى قصص واقعيه ممكن تحصل بالفعل. يعني لما يكون في قصه الحيوانات فيها بتتكلم، القصص دي خياليه. لما القصص بتبقى حاجه حصلت في الخيال ما بتحصلش في الواقع، بنقول انها قصه خياليه. لكن لما قصه تكون بالفعل ممكن تحصل، دي بنقول عليها ممكن حقيقه او قصص واقعيه. قريه بالعصافير دي قصه من انواع القصص الخياليه اللي انا يسعدني ان انا احكيها لكم النهارده. القصه بتحكي ان كان في قريه. القرية اللي احنا بنتكلم عنها هي قرية بلا عصافير. القرية كان فيها كل الأشياء اللي موجودة، لكن القرية دي كان لا يوجد بها عصافير. أهل القرية اجتمعوا عشان يناقشوا المشكلة اللي بتاعتهم دي، إزاي إن القرية بتاعتنا ما فيهاش عصافير والقرى اللي حوالينا كلها فيها عصافير. فقعدوا يناقشوا ووصلوا للحقيقة إن العصافير بتاعتهم أو العصافير عندهم ما بتكونش موجودة عشان ما فيش أشجار، لأن احنا عارفين إن العصافير بتعيش فوق الأشجار، فالقرية نفسها ما فيهاش أي نوع من أنواع الشجر. فقرروا هم والعمدة والأطفال اللي موجودين والفلاح الحكيم انهم يحلوا مشكله العصافير اللي مش موجوده. فقرروا انهم يجيبوا شجر من بره. بعض الناس قالت ان احنا بدل ما نشتري شجر ان احنا نرسم الشجر اللي موجود. ففي رسام في القريه قال لهم انا بدل ما نروح نجيب شجر من بعيد انا هرسم لكم الشجر على الحيطان. لكن حكيم القريه قرر ايه؟ قرر
قال له لا ما ينفعش، احنا لازم نجيب حاجه حقيقيه ونروح نجيب شجر من القرى البعيده. فالفلاح الحكيم راح يجيب شجر عشان يحطه يزرعه لمين؟ للعصافير. لكن الرسام فضل يرسم على كل حيطان القريه شجر، رسم شجره نخل هنا، شجره تفاح هنا، رسم على كل الحيطان وكل الشوارع. وانتهى الرسام من كل ده واصبحت القريه كلها مرسومه بالاشجار. لكن الفلاح قرر ان هو يجيب الشجرتين هو والاطفال، فزرعوا اول شجرتين صغيرين وفضلوا استنوا يسقوا الزرع وكل يوم عشان الزرع ايه؟ يكبر. فحصل ايه بقى؟ ان العصافير ما جاتش على الايه؟ على الشجر اللي مرسوم على الحيطان، لكن لما الشجر اللي زرعه الفلاح كبر بدات العصافير تيجي عليه، وبدات العصافير تيجي من كل ناحيه على مين؟ على الاشجار الحقيقيه. اهل القريه شافوا كده فعرفوا ان القيمه الحقيقيه اللي موجوده ان الحاجه تبقى حقيقيه، قرروا يزرعوا ايه؟ اشجار كتير جدا في القريه كلها تمتلئ بالاشجار، وبالتالي امتلئت بالايه؟ بالعصافير. حلوه القصه عجبتكم؟ طيب ايه اللي ممكن نفهمه من القصه دي؟ القصه اللي احنا حكيناها ها؟ انا فهمت ان ربنا خلق حاجات جميله في الكون. تمام. وما ينفعش ان احنا نعمل حاجات مش حقيقه. يعني مثلا زي ما هو رسم كده على الحيطان، فدي حاجه مش حلوه. هو ربنا يعني مدينا حاجات نعملها ويخليها تبقى طبيعه يعني. نقول ان الرسم موهبه جميله جدا والرسم حاجه حلوه جدا، لكن الرسم لا يغني عن الحقيقه. ان انا ارسم شجره ما يغنيش ان احنا لازم يكون عندنا اشجار. طب لو احنا حاولنا ان احنا مثلا صوره بابا، هل صوره بابا تغني عن بابا، عن وجود بابا في البيت؟ لا طبعا. طب هل صوره اخواتك تغني عن وجودهم في البيت؟ لا طبعا. يعني فوجودهم حقيقه هو ده المهم بالنسبه لنا. علاقه حقيقيه بيني وبين اصدقائي، بيني وبين اهلي. لازم ان انا ازور قرايبي، ما اكتفيش ان انا اقعد اتصل بيهم بالتليفون او انا اكلمهم ايه عبر وسائل التواصل المختلفه. لابد يبقى في علاقه قائمه وعلاقه حقيقيه بيني وبين اهلي وبين قرايبي. ده اللي نقدر نفهمه من تاني. طب وايه نقدر نقول ايه اللي نفهمه كمان من القصه؟ أنا أعرف في مثل إنه بيقول الكذب طريق الفجور. تمام. ها. يعني هو لما رسم على الحيطان العصافير يعني مش لازم نكذب. ما اتخدعتش. هي ما اتخدعتش. العصافير بتدور على الحاجه الحقيقيه. حتى لو الرسمة زي الحقيقة هي مش زي الحقيقية اللي موجودة. الشجر يعني العصافير تقدر تقف عليه وتبني عليه عيشة وحاجات كتير، لكن الرسمة دي يعني مش هتعرف تيجي بسبب ان مفيش. لكن لما انت يعني جبت شجره حقيقيه حصل ان العصافير جت، لان الشجره الحقيقيه هي اللي العصافير بتعمل عليها ايه؟ بتقدر تعمل عشاش عليه، بتربي صغارها، بتقدر تاكل من الثمار بتاعتها. لكن الصور نفسها شيء غير حقيقي، مش هتقدر تتعلم منه او تاكل منه حاجه، او مش هتعرف تبني العش بتاعها. ندى ايه رايك في القصه؟ انا عندي رايين. اول حاجه هنا المفروض البيبل meet face to face and because the environment it will be happy and beautiful. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان الناس بتحتاج تقابل بعضهم ويشوفوا ويعيشوا في حياه امان وسلام. وعندي حل كمان ان العصفور او اي حيوان بيقدر يفرق ما بين الحقيقه والمزيفه. تمام. طيب احنا طبعا زي ما انت قلتي ان العصافير او الطيور او الحيوانات بتقدر تفرق بين الحاجه الحقيقيه والحاجه الخيال. طب احنا بمناسبه الخيال والحقيقه، القصه دي قصه حقيقيه ولا قصه خياليه؟ قصه خياليه. طيب يعني ايه قصه خياليه؟ يعني مش موجودة في الحقيقة، اخترعناها يعني من دماغنا.
باللي احنا يعني ممكن نتخيل وممكن نحط اي حاجة في القصة، وتعلمنا حكم وتعلمنا نتصرف ازاي. يعني نقدر نقول ان القصص الخياليه هي قصص بتبقى وليده تفكير او خيال الكاتب، فهو بيحاول ينطق مثلا الحيوانات بيخليها تتكلم، الطيور يحولها البشر، لكن القصه الحقيقيه او القصه اللي حصلت بالفعل هي قصه بتبقى كل حاجاتها ممكن تحصل او ممكن تحصل بالفعل في الطبيعه او كده. لكن القصه الخياليه المقصود من وراها ان احنا عايزين نقول قيمه معينه للاطفال، عايزين نعلمهم حاجه معينة، زي ما احنا اتعلمنا في القصة بتاعتنا ان هناك في حقيقة وهناك خيال، لكن لابد ان نعيش هذه الحقيقة. أنا سعدت بيكم جدا واستمتعت بمناقشة قصتي قرية بلا عصافير، وإن شاء الله نتقابل مرة أخرى ونناقش قصص أخرى ونحاول نستفيد من بعض ونحاول نناقش أفكارنا مع بعض. شكرا لكم. خلصت كده حلقتنا من قصة كاتب وكتاب، ويا رب تكونوا استفدتوا من القصة.